السلام عليكم، ايه الاخبار؟ قهوتكم وتعالوا نحضر ألذ وصفه كيك شوكولاته متاكده انكم هتعتمدوها وهتنسوا بعدها اي وصفه كيك شوكولاته تانية كنت محضراها في الديش بارتي المدرسه بتاعت ابني وعجبت كل الولاد. استخدمت كوبايه ونص من الدقيق ونخلتهم كويس جدا، نخلتهم مرتين وبعد كده ضفت عليهم 3 ارباع كوبايه من الكاكاو الخام. ونوع الكاكاو الخام مهم جدا، استخدموا الكاكاو الخام الاسباني وحاولوا انكم تجيبوه من عند محلات مستلزمات الحلويات، لانه الكاكاو من اكتر الحاجات اللي اما ان هي تظبط طعم الكيك او ممكن تبوظ طعمها كله وخساره بقيه المكونات. فاستخدمت 3 ارباع كوبايه من الكاكاو الخام وكنت جايباه من محلات مستلزمات الحلويات، وضفت عليهم 3 ارباع كوبايه من السكر. وهنا انا المقدار اللي انا استخدمته ضعف المقدار اللي انا بقول لكم عليه، فتقدروا ان انتوا تضاعفوا المقدار او تقدروا ان انتوا تنصصوه لو حابين. بعد كده ضفت عليهم معلقه من البيكنج باودر ونص معلقه من البيكنج صودا، والبيكنج صودا مهم جدا في كيكات الشوكولاته وبيساعد ان الكيك يكون مرتفع وهش. وضفت معاهم كمان رشه ملح، وبكده نكون كونا الميكس الجاهز بتاع كيكات الشوكولاته اللي بنشتريه من السوبر ماركت. تقدروا تحضروه وتخلوه عندكم موجود في المطبخ دايما. بعد كده نيجي للمكونات السائله، استخدمت فيها بيضتين، ويفضل طبعا ان كل المكونات اللي بنستخدمها تكون بدرجه حراره المطبخ، نكون مطلعينه من التلاجة على الاقل قبلها بساعتين، وبعدها بنبتدي اننا نستخدمه مع الكيك. بعدها ضفت عليها 3 ارباع كوبايه من الرايب اللي هو اللبن مش الحليب، وده شكل العلبه بتاعته اللي انا استخدمتها، لانه ده اكتر سؤال بيجي لي في كل مره بستخدم الرايب، ورينا العلبه. ده شكل العلبه اللي انا استخدمتها. بعدها ضفت عليها حوالي نص معلقه من الخل ومعاها تلت كوبايه من الزيت. وطبعا يفضل ان الزيت ما يكونش له طعم ظاهر، يعني مثلا ما يكونش زيت زيتون او من الزيوت اللي بيكون طعمها ظاهر. ابتديت ان انا ادمج الميكس ده كله مع بعض. تقدروا ان انتوا تضيفوا المكونات دي على المكونات الجافه على طول، لكن انا لان انا كنت زي ما بقول لكم بضعف الكميه فحبيت ان انا اخلطهم لوحدهم الاول. وبنبتدي بعد كده نضيف المكونات السائله على المكونات الجافه ونبتدي اننا نقلبهم مع بعض. وفي الخطوه دي مش بنبالغ في الضرب، لمجرد بس اننا بنمزج المكونات مع بعض لغايه ما كل المكونات بتبتدي انها تتداخل مع بعض وبنوصل للقوام المطلوب. وفي الوقت ده هتحسوا ان القوام الكيك بتاعكم تقيل شويه، يعني مش نفس قوام الكيك العادي. بنكون محضرين 3 ارباع كوبايه ميه مغليه وبنضيف معاها اختياري معلقه من القهوه سريعه الذوبان لو حابين ان طعم القهوه يكون ظاهر. هو طعمها مش بيكون ظاهر قوي، لكن ان هو بيظبط طعم الشوكولاته. بنبتدي اننا نقلبهم مع بعض كويس جدا، وبعد كده بننزلها على الخليط بتاع الكيك. ومن اكتر الاسئله اللي جات لي لما بعمل الوصفه دي، هل الميه السخنه او النسكافيه اللي احنا بنضيفه مش بيسوي الكيك البيض؟ لا خالص، هو مش بيسوي البيض ولا حاجه، لكن بالعكس بيظبط طعم الكيك وبيخليها هشه وبيخليها خفيفه جدا. جربوا الوصفه دي يا جماعه، حقيقي خطيره. وزي ما قلت لكم انا كنت مضاعفه المقدار هنا، والمقدار اللي انا عملته عمل لي تقريبا 36 قطعه من الكب كيك اللي بالحجم اللي انا هوريه لكم ده. بعد كده بنكون مجهزين الفرن على درجه حراره 180. ومهم قوي ظبط الكيك، ظبط درجه حراره الفرن للكب كيك بالذات، بحيث ان هو ما يفرش من بره. بعد كده اختياري لو حابين ان انتوا تضيفوا قطع من الشوكليت شيبس بتقدروا ان انتوا تضيفوها. انا كنت عاملاها لانها كانت للولاد الصغيرين وكده وهما بيحبوا طعمه، فابتديت ان انا اضيف جزء من قطع الشوكليت شيبس جوه الكيك، وابتديت بعدها ان انا احط منها. ودي تقدروا ان انتوا تحطوا الخليط جوه القوالب، اما باستخدام كيس الحلواني او لو متاح السكوب بتاع الايس كريم برضو بيكون سهل. لكن انا بالنسبه لي الكيس او الكيس التلاجة او كيس الحلواني بيكون اسهل حاجه نقدر اننا نضيفه عليها. بعد كده بعد ما خلصت ابتديت ان انا اضيف لهم كمان قطع من الشوكليت شيبس بحيث ان هم يحبوا الكيب كيك اكتر. ودخلتها على فرن متسخن على درجه حراره 180، واخدت في الفرن حوالي من 10 ل 12 دقيقه. بعد كده طبعا الكب كيك مش بياخد وقت طويل جوه الفرن لان حجمه بيكون صغير. وشوفوا قد ايه الكيك هش وطعمه خطير يا جماعه، طعمه حلو جدا. الولاد كلهم حبوه، تقدروا تعملوه للولاد وتخلوه في البيت. ولو حابين تعملوا كميه وتحطوا منه في الفريزر، بتقدروا ان انتوا تحطوه جوه كيس بلاستيك. اول ما بيبرد بتدخلوه جوه الفريزر، وتقدروا ان انتوا تحتفظوا بيه معاكم. طبعا عايزه اقول لكم انه طعمه كان خطير، وكله ما شاء الله خلص واتنسف مره واحده. جربوه وقولوا لي رايكم.